المشاهير. كونوا معنا كل أسبوع يوم الجمعة بين الساعة 9 و10 مع برنامج مع المشاهير. إعداد وتقديم علاء الجوهري عبر كلام صوت الحلم وراديو المشاهير اللبناني. مع المشاهير. مستمعينا الكرام ومشاهدينا عبر راديو وتلفزيون المشاهير اللبناني، تحية لكم من القلب. نحن اليوم موجودين بالميكينج اوف تبع المطرب سامر طرباي بمنطقة لبستين عرمون. منورنا سامر. اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. يعني هالصوت الجميل اللي تبلور بعدة أعمال غنائية، عم تتعامل مع عدة شعراء، عدة ملحنين، وهالغنية جميلة جدا. هلا اليوم اللي عم تتصور إخراج طارق عائشة. مزبوط. كنا معك طول النهار. حاسين بتعبك، يعني حاسين قديش انت تعبان، والصباح الصبح لهلا يعني يعطيك العافيه. الله يعافيك وان شاء الله بتلاقي تعبك كلك ذوق بيتكلل بالنجاح بهالأغنية الجميلة. ما في شيء بيجي بدون تعب. اكيد. سامر خبرنا شوي عن الغنية اكثر، وخبرنا شوي شو عم بتحضر. اول شيء بونسوار لك وللكاميرا مان، تعبتوا معنا من الصبح كثير. ثانك يو لكم مركبينا من الصبح. احلى خالق ومجاهد طبعا. اكيد منورين كلكم. بتعرف ما في شيء بيجي بلا تعب. تعبنا كثير تنقينا الغنية، وإلي الشرف أنا أتعامل مع المخرج طارق عائشة، وإن شاء الله خير. يعني كل شيء بيجي من الله يا محلى. أنا عملت علي، نقيت الغنية وتعبنا عليها، وأنت شفت التصوير. الأغنية كلمات مين؟ ألحان مين؟ توزيع مين؟ الغنية كلمات الشاعر عبود دغري. نعم. الشاعر السوري عبود دغري، وألحان وتوزيع عمر منصور. وجه لهم تحية، أصدقاء عزيزين على القلب. تجي الاستوديو كمان عمر منصور ميكس وماسترينج. اكيد. سامر، شو عم تحضر بعد هالغنية؟ عندك حفلات؟ وين عم تتواجد لمعجبينك هيك كمان يعرفوا أكثر عن الموضوع؟ أنا حاليا بالكسليك بالتاون نايت كلاب اللي بحب يشوفني، وأكيد حفلات عيد الأضحى وعيد رأس السنة بمحلات فيها لكونتريات لعيد الأضحى، وأكيد في كونتريات لرأس السنة، ويمكن في كمان مشروع سفر لرأس السنة لبرا. أنا وافقك. ميرسي كلك ذوق. وكرمال جديدة عندي غنية تانية هلا اسمها دوختي امي، بعد هيدي حتنزل. حتسمعوا كلمات والحان شوقي الغصيني. حتسمعوا منها سكوب صغير باخر الكليب، بس اكيد ما حتنزل هلا تكون هيدي الغنية اخذت حقها بالسوق ونزل الكليب واخذت حقها. شفنا بالكليب هيك بعض اللقطات لما كنا عم نصور هيك اوف مهضوم كثير. هل هي كمان فكرتك، فكرة المخرج، كيف هيك نسقتوا الامور؟ هي كانت اذا بدك فكرة مشتركة، افكار كوميدية يعني اجت انت حبيت تكون بسيطة 100%. ما حبيت التعقيد بالكليب، حبيت يكون كل شيء بسيط وسمبل. وتوصل فكرة معينة للناس انه اوكي في غرام وفي حب، وبنفس الوقت في كوميدي. يعني اثنين بحبوا بعضهم، مش هاد كله غرام وحب، في اشياء بتكون شو جديد بالغنية من ناحية الكادرات، من ناحية يعني من اخذ الكادرات، اخذ الفكرة تبع يعني شغلات مهضومة. صح. المهضوم هي الفكرة الجديدة بالكليب. هو انه اللي بحبوا بعضهم المفروض يكونوا مثل الاولاد اذا بدك، بيلعبوا مع بعضهم، يمزحوا مع بعضهم. واكيد مع كل اخر مشهد كوميدي في غمرة، في عبطة، في بوصي. يعني هيدي الفكرة الجديدة اللي عم نوصلها، بس طبعا باطار العالم معود عليه، مش اطار جديد او مش اطار غريب عن الناس او دخيل للناس. بالعكس شيء كتير سيمبل، والعالم كتير حتحبه، وما في تعجيق. وانا كان بدي نبعد عن التعجيق والفخفخة والسيارات. حبيت كل شيء يكون سيمبل، والناس تسمع غنية حلوة وكليب مهضوم بعيد عن التعقيد وبعيد عن الخبريات. اليوم انت كنت امير بهالملابس الحلوه. ميرسي لك ذوق. باخلاقك. ميرسي كلك ذوق حبيبي. على جمهورك كلك ذوق بالميكينج اوف. تعبنا معك وحبينا جوك حبيبي. كلك ذوق. كل الفريق العمل يعني بنتمنى لك الف خير من تلفزيون راديو المشاهير اللبناني. تحيه لك من قلبي حبيبي. كلك ذوق. كنا نحن معك بمقابله كمان عبر راديو المشاهير مباشره يسمعوك كمان المشاهدين حبيب قلبي. برجع بحييكم من جديد احلى راديو المشاهير. تعبتوا كثير معنا وضحكتوا كثير معنا. تحيه لك وتحيه لكمان، وتحيه لكل حدا تعب معي بالكليب. من ما بدي سمي اسماء احسن ما اكون انسى حدا من اكثر. فينا ندعم ابن الجبل حبيبي كلك ذوق. حبيبي كلك ذوق.
حبيبي. نحن ندعم بعض. حبيبي كلك ذوق، راديو وتلفزيون كلك ذوق ما بتقصر. نوصل لك رسالتك لكل العالم. هيك كفيتوا ووفيتوا وتعبتوا معنا بزياده والله قدرنا نرد لكم هالجميل. شكرا لك سامر طلباي. كنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام مع الفنان اللبناني سامر طلباي من منطقة لبساتين هرمون بتصوير كليب الميكينج اوف تبع. شكرا لكم. يلا يلا سامي. لا انت خليكي نايمه فلان. نايمه انت. مش ايش عندك فيا؟ نايمه احكي معي. ما فهمت. ما انت هو مره لابس الماسك. طيب لف عنده قومي اضربيهم شيء يلا اضربيه رجل شيء طلع رشيد ارفعوا الكاس يعني احملوا الكاس بس هيك لا شم لا هيك من تحت اصبعتينك من تحت. ايوه نفس الشيء. ايه نفس الشيء. انت باليسار باليمين. هيك باليمين. ايه انا باليمين. بس اعطينا معدل من الاستاذ. يلا 1 2 لا بس انت
معلش. هلا بس كلوز انا بس انا يلا بس إذا بلغت الطاولة صار تمام هو كده تمام يلا كتابة كات خليك اوكي فوق مش كده نقول اوكي فوق من هون وقع كانسل اوكي يلا يلا مضروبة تبلش فوق بلا فلاشه كمان يلا والله بلا فلاشه يلا كفايه بس انت خليك بس واقعي نص ثانيه ما مضروب بس لا خليك ثانيه بلا فلاش اوكي خليك نفس الارقام وطوا يا جماعه كلكم يلا طالع بعد حميان يلا صار كان خليك تجاعل خليك متضايق شوي معلش يلا